السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم مشروع مربح بدون بيض أو حليب، مكونات كلها اقتصادية. غنشارك معكم لي طرونش لذاذ وهشاش بطريقة سهلة، مستحيل تجربوهم وما تعاودوهمش، بمذاق مختلف وبكمية وفيرة وحجم عائلي. بلا ما نطول عليكم، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اشتراك في القناة إلى عجبتكم، لايك إلى عجبكم الفيديو. غادي ناخد كأس ونصف من الماء، نضيف له كأس ديال السكر، فانيلا و3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام أو كاكاو المر، وملعقة كبيرة من الخل الأبيض، رشة ديال الملح دائما لتعديل الذوق. غنخلطوا المكونات ونضيفوا 5 معالق كبيرة من الزيت النباتية. من بعد غنخلطوا كذلك الزيت، ونضيفوا 2 أكواب من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات. الكأس دائما عبار كأس العنبة، الكأس اللي كنعبرو به. وغادي نضيف كذلك 2 أكياس من خميرة الحلويات. غنخلطوا دائما حتى نحصلوا على قوام كريمي. من بعد غناخد لاطة 40 على 30 سنتيم، وغادي ندهنها جيدا بالزبدة، ونضيفوا الخليط للفرن يكون مسخن على 180 درجة. يطيب الكيك كيكون مسخن الفرن من الفوق ومن التحت. غنخرجوا الكيكة، نخليوها تبرد شوية، وغنسقيها بكأس من الحليب مع كيس من أو ملعقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان. نخليو الكيك جانبا يبرد، وننتقلوا نحضروا الكريمه. غناخد كأس ونصف من كريمه الشونتي، معلقه كبيره من الكاكاو المر، او ملعقه من شوكولاته ديال الدهن، والكأس ديال الماء اللي يكون بارد. نخلطوا المكونات حتى نحصلوا على هذا القوام. بالنسبه للكأس، الا شفتوا الكريمه ثقيله غادي تضيفوا كذلك نصف كأس. العبوه غادي تلقاو فيها طريقه التحضير حتى كيبرد الكيك تماما، ومن بعد نضيفوا الطبقه الثانيه. الا ضفتوا الكيك سخون غادي تذوب لنا الكريمه. غادي نوضعها في الثلاجه، نخليها مده ساعه كامله، وننتقلوا نحضروا الكاناج. غناخد 200 غرام شوكولاته اي نوعيه، الا كانت نوعيه جيده يكون احسن، شوكولاته بالحليب. وغنضيف ليها كذلك نصف كأس من الحليب، نوضعها في ميكرو او حمام مائي، وندوبها على هذا الشكل. ومن بعد ما تذوب كنضيف ليها معلقه صغيره من الزبده. نخلي كذلك الكاناج حتى كيبرد ونوضعه. وفي هذه العمليه غنضيفو مباشره، نسرعوا ما تجمدش الشوكولاته. من بعد غنزينها تزيين ديال المحلات. غنضيف ملعقه من الزيت والملون الغذائي الملمع. غنضيف خطوط بهذا الشكل كيعطونا جماليه لهاد لي طرونش. كذلك غادي نوضعها في الثلاجه حتى كتبرد. انا هنا قطعتها معكم على السريع، ما خليتهاش تبردات. غنقطعها معكم، كتجي كيكه لذيذه سهله رائعه. نقطعوها على شكل لي طرونش او اللي بغيتو. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، بارطاج مع الاصدقاء. الى فيديو قادم ان شاء الله، ووصفه قادمه. مرحبا بتعليقكم او اي تساؤلات. سعد الله اوقاتكم كل خير، ومع السلامه.